دايما ما كانش عندي تفسير ليه الناس كلها بتحب حسام حسن، ليه دايما بيجيب اجوان كتير، ليه سبحان الله التوهج بتاع الماتش يروح دايما ليه، زي ما دخلنا كاس العالم وزي ما هو جاب البيلين بتاع ماتش هولندا. دايما كان بيبقى عنده اللقطه واللحظه بتاعه التوهج في الماتش اللي تخلي الناس كلها تحتفل وتفرح بيه وتحتفي بيه. ما هو طبعا الهداف التاريخي بتاع مصر، تاريخ كبير وبطولات اكبر. ولما دعبست شويه في اجوان ولقيت انها ما هيش اجوان صعبه، ده بالعكس اجوان سهله، لكنه كان بيلعب على السهل الممتنع من منطلق ان هو بيعرف يتوقع الاخطاء. هو غير بقيه اللعيبه لانه كان بيسعى على حاجه غير التوقع. واحد تاني من اللعيبه يقول لا يمكن كوره سهله زي دي تيجي تقع من ايد الحارس المرمى، هو لا مختلف، هو يجري عليه ويتوقع الغلطه واول ما تقع من ايده هوب يروح جايب الجول. فكره السعي في الطرق البعيده اللي انت مش متخيل ان ممكن يجي منها رجا، لكنه سعي بدون انتظار النتيجه، وسبحان الله دايما كانت تيجي النتيجه لصالحك. اصل انت كبني ادم مش مطلوب منك غير السعي، والنتيجه بايد ربنا، فانت طول الوقت مطالب بالسعي والاجتهاد. دب في الارض واحفر كمان ودور على الفرصه، حتى لو الفرصه ما جاتلكش او خذلتك، حتى لو الدنيا اديتك ظهرها مش مشكله. ما احنا قلنا مش مطلوب منك غير السعي، وتسيب الباقي على ربنا لغايه لما ربك يفتحها عليك وينور لك السكه السليمه. مالكش دعوه بالغيبيات، اللي يخصك سعيك والاجتهاد. يا ترى ايه اللي انت عملته، ايه اللي انت بذلته؟ يا ترى هتقدر تقف قدام ربنا وتقول له اديني يا رب عطاياك على قد اجتهادي وتعب؟ بس يا حلو تبقى مقتنع فعلا انك اجتهدت. وعلى فكره انت ممكن تسعى وتجتهد في حاجه وتفني عمرك كمان فيها وما تنجحش فيها، لكن رب العالمين يفتح لك في سكه تانيه، وهو ربنا ليه حكمته. مره والدي كان نازل شغلانه بسيطه، فقلت له يا حاج انت نازل ليه؟ الشغلانه مش قد كده وقرشها على قده، اقعد ووفر مجهودك. رد عليا رد مش عارف انساه، قال لي يا ابني انت مش فاهم، الشغلانه البسيطه هي اللي هتجيب لك الكبيره، ولو انت قاعد في بيتك محدش هيخبط عليك ويقول لك تعالى اشتغل عندنا. يا ابني اصل محدش بيجيله رزق وهو قاعد في بيته. وساعتها قال لي حتى لو هتبتدي كاريرك من جديد اشتغل حتى لو الشغلانه ببلاش، ساعتها لما تجتهد وتعمل الشغل بتاعك في المظبوط هم هيجيبوك تاني، والمره دي هتبقى بفلوس. حتى لو اجتهدت في شغل اساسا انت مش شاطر فيه ممكن تلاقي سبحان الله ماشيه معاك، والناس تبقى قاعده مستغربه تقول هو ده واخد فرصه غيره ليه؟ هو ربنا عمال يدفع فيه ليه؟ ما هم غلابه ما يعرفوش انه بيديك على قد السعي والاجتهاد. ونصيحه لاي حد بيشوفني، اسعى في المجال اللي بتحبه، بس المهم ذاكر وفكر وخطط، ويوم ما تبقى متصالح مع نفسك ومخلص فعلا وضميرك راضي، صدقني ربك هيبقى مطلع على اجتهادك ويقدره، بس بالطريقه اللي هو يحددها. وربنا يصلح حالي وحالكم ونبقى من الناس اللي دايما مجتهدين وبيسعوا ودايما بياخدوا بالاسباب وسايبينها على رب العباد. سلام عليكم، اتمسوا بالعافيه.